الحاج منصور، هذا الراجل اللي كيبان للناس برا بالوقار والشيب، كشف ليا الداخل ديال هاد الغرفة على جانب سري ومبهر ما كيعرفو حتى شي واحد في العالم الخارجي. تما كانت الصدمة الكبيرة ديالي كبنت شابة في مقتبل العمر. اكتشفت باللي هاد الراجل مخبي لداخل الذات ديالو واحد الطاقة وواحد الجهد وواحد القدرة اللي والو إلا تلقاها عند الشباب اللي في 20 ولا 30 من عمرهم. أنا سميتي هاجر، بنت بسيطة بحال كاع البنات اللي كيكبروا في أحياء شعبية. حليت عيني على الدنيا ولقيت راسي مجبرة نواجه قساوة الوقت وضيق الحال. الوالد ديالي راجل مريض وما قادرش على الخدمة، وخوتي صغار. هادشي اللي خلاني نخرج نقلب على راسي ونرضى بأي خدمة حلال باش غير نسد الخصاص ونعاون دارنا. واحد النهار عيطت ليا واحد المرا من الجيران وقالت ليا باللي كاين واحد الراجل مسن ميسور الحال وساكن بوحدو في فيلا كبيرة في أرقى حي في المدينة، ومحتاج بنت ثقة دير ليه الشغل وتوجد ليه الماكلة. في الأول ترددت وخفت، راكم عارفين الهضرة د الناس وخوف البنت على راسها، ولكن جارتنا طمأنتني وقالت لي باللي هذا الراجل معروف في البلاد بالوقار والهيبة وسميتو الحاج منصور. توكلت على الله وقصدت العنوان وانا قلبي كيرجف، ما عارفاش اش كيتسناني ورا هادو الاسوار العاليه. ملي وصلت وضغطت على الجرس تفتح الباب الحديدي الكبير وظهر قدامي الحاج منصور، راجل في السبعينات من عمره، لابس جلباب مغربي ابيض نقي، الشيب مغطي راسو ولحيته كامله. ولكن الحاجه اللي خطفات نظري من اللمسه الاولى هي مشيتو الواقفه وعينيه الحيين بزاف، فيهم واحد النظرة حادة وذكية ما كتشبهش نهائيا لنظرة الشيوخ العاجزين أو المرضى. استقبلني بابتسامة هادئة وصوت جهوري دافئ، ورحب بيا ودخلني للدار اللي كانت عبارة عن تحفة فنية، صالونات كبار، أثاث فاخر، ولكن الصمت كان مسيطر على كاع الأركان ديالها وكيبين باللي هاد المكان محتاج للروح. وراني الحاج منصور المرافق الدار وبدا كيشرح لي الخدمة بكل أدب واحترام، وكان حريص أنه ما يحسسنيش بالنقص أو بالإهانة. بدات الخدمة ديالي وكنت كندير الميناج ونمسح الغبرة ونقاد الصالونات، وهو كان كيجلس بعيد في المكتبة ديالو شاد جريدة، ولكن كنت كنحس بنظراته متبعاني في كل خطوة بذكاء وصمت. ما كانش كيخليني نعيا أو نجهد راسي، غير كيشوفني دازت ساعة الخدمة كينوض بحيوية ونشاط يوجد لي عصير بارد أو كاس القهوة بيدو ويجيبوا لي تا لعندي ويقول لي بنبرة حنينة: ارتاحي يا بنتي شوية، الصحة هي كل شيء والخدمة ما غاديش تهرب، الدار دارك. هاد التعامل الراقي خلى الخوف اللي كان في قلبي يدوب شوية بشوية، وبديت كنرتاح للمكان ولصاحب المكان بلا ما نعرف بلي هاد الهدوء كيخبي وراها عاصفة غتقلب حياتي كاملة. مع مرور الأيام والأسابيع ولات الخدمة في فيلا الحاج منصور جزء من روتيني اليومي، ولكن الحاجة اللي تبدلات هي طبيعة العلاقة بيناتنا، حيت الهضرة بدات كطوال وكتخرج على إطار الشغل. الحاج منصور ما كانش كيهضر بحال الشيبانيين اللي كيعاودوا غير على الأمراض والماضي الممل، كان راجل قاري واعي وعنده كاريزما قوية بزاف كتخليك تسمع ليه بلا ما تمل. كيهضر على السفر، على الحياة، وكيسمع ليا باهتمام كبير ملي كنعاود ليه على مشاكلي وأحلامي البسيطة. بدا هاد الاهتمام كيتجاوز حدود الفيلا وحسينا بجوج باللي ولينا متعلقين ببعضياتنا، وبدينا نتبادلوا الرسائل في الواتساب كل ليلة من ورا ما كنمشي لدارنا، يسول فيا واش وصلتي بخير، اش كيديروا داركم، وكطوال الهضره بيناتنا في التليفون حتى الفجر بضحك وخجل وتلميحات زوينه. حتى لواحد النهار كان الجو مغيم بزاف والشتا بدات كطير خيط من السما في العشيه. ساليت الخدمه ديالي وجمعت صاكي باش نخرج بحالي، ولكن الحاج منصور وقف قدام الباب وقال لي بصوت فيه بحة دافية ومليئة بالرجولة: هاجر، الشتا قوية بزاف برا والبرد قارص،
جلسي معايا غير شويه نشربوا كاس داتاي مشحر بالنعناع تيصفى الجو، ما يمكنش نخليك تخرجي في هذه الحاله. وافقت وبقيت. مشيت جلست في الصالون الدافي اللي شاعله فيه العافيه، وجاب اتاي وقرب مني بزاف باش يمد ليا الكاس. وفي ديك اللحظه بالضبط تلقات عينينا في نظره طويله سكت فيها كل شي في الدار، وبقيت تسمع غير صوت الشتا اللي كضرب في الجاش. حسيت بواحد الرعده غريبه وسخونيه دازت في ذاتي كامله، والحاج منصور ما هبطش عينيه، بالعكس حط الكاس وبطريقه تيقته قويه حط يدو الدافيه على كتفي. لمست يدو ما كانتش كترجف بحال كاع الرجال اللي في السن ديالو، كانت يد قويه مليئه بالعنفوان والثقه اللي خلات قلبي يضرب في الحيط ويسكت عقلي على التفكير. قرب وجهه مني وبديت كنشم ريحة عطرو الفاخر اللي مخلطة بريحة الرجولة الحقيقية. وعرفنا بجوج في ديك اللحظة بلي الحواجز اللي كنا بانيينها تهرسات كاملة، وبلي حنا واقفين على عتبة مرحلة جديدة ما بقاش فيها مكان للخوف أو التراجع. في ديك اللحظة المثيرة في الصالون الدافي طاحوا كاع الأقنعة وتلاشات فكرة فريق السن اللي كنت ديما كنحطها كحاجز بيني وبينه، واستسلمت للمشاعر اللي كانت غامرة المكان. الحاج منصور، هذا الراجل اللي كيبان للناس برا بالوقار والشيب، كشف ليا الداخل ديال هاد الغرفة على جانب سري ومبهر ما كيعرفو حتى شي واحد في العالم الخارجي. فاش تقربنا من بعضياتنا ودارت بيناتنا علاقة حقيقية وكاملة في ديك الليلة، تما كانت الصدمة الكبيرة ديالي كبنت شابة في مقتبل العمر. اكتشفت باللي هاد الراجل مخبي لداخل الذات ديالو واحد الطاقة وواحد الجهد وواحد القدرة اللي والو إلا تلقاها عند الشباب اللي في 20 ولا 30 من عمرهم. كان كيتعامل بواحد الشغف وعنفوان كبير. اللمسات ديالو والتحمل ديالو في ديك العلاقة خلاني ندهل ونفقد السيطرة على راسي تماما، حيت لقيت راسي قدام راجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كيعرف كيفاش يسعد المرأة وكيفاش يثبت الوجود ديالو بقوة. عرفت في هذيك الليلة باللي المظاهر خداعة بزاف، وباللي الحاج منصور عاطي لراسو وصحته ونظام حياته قيمة كبيرة خلاته يحافظ على شبابه الداخلي وقوته البدنية بشكل معجزة، لدرجة أنني نسيت بالمرة أنه راجل مسن، ووليت كنشوف فيه منبع ديال الطاقة والشغف اللي كيزلزل الكيان ديالي. الليلة دازت وكأنها حلم مثير وطويل، وكل تفصيل فيها كان كيبين ليا باللي هذا الراجل كيملك سر الحيوية اللي كيتمناها أي شاب ضيع صحته في الخاوي. ملي فقت الصباح لقيته واقف حدا الشرجم كيشوف برا بكل نشاط وبنفس الابتسامة القوية. قرب عندي وباسني في راسي وقال لي: هاجر، انت رجعتي لي الروح اللي كانت غايبة على هاد الجسد لسنوات طويلة. ومن تما عرفت باللي حياتي تلوات في واحد المسار آخر عامر بالسرية. من بعد هذيك الليلة الحاسمة تبدلات النظرة ديالي للحاج منصور تماما، وما بقاش كيبان ليا هذاك المشغل الصارم أو الراجل الكبير اللي جيت غير ندير ليه الميناج ونمشي. وليت كنشوف فيه الحبيب والراجل القوي اللي قدر يملك الذات ديالي ويشبع الرغبات والمشاعر ديالي بالجهد والشخصية الكاريزماتية ديالو. ولينا عايشين هاد العلاقة في السر التام خلف هادوك الجدران العالية، وكل نهار كنت كنجي فيه للخدمة كان كيتحول لمغامرة مشوقة ومليئة بالتفاصيل المثيرة اللي بيناتنا. الشغل ضد الدار ولا كيدوز دغيا، حيت الموتيف ديالي كان هو اللحظات اللي كنقضيوها مع بعضياتنا في الغرفة ديالو أو في الصالون. علاقة جمعت بشكل غريب وممتع بين دلال وأنثوية بنت شابة في قمة العطاء ديالها، وقوة وحكمة وسيطرة راجل وخا تقدم في العمر بقى شاد في صحته وجهده، بحال يلا الزمن وقف عنده وما قدرش يغلبه. كان الحاج منصور كيتهلا فيا بزاف، كيغرقني بالهدايا بالفلوس وبالكلام الزوين اللي كيفرح أي مرة. ولكن الأهم من هاد الشي كامل كان هو داك الإشباع اللي كنت كنلقاه معاه،
حيت في كل لقاء جديد كان كيبهرني بجهد متجدد وطاقة لا تنتهي، لدرجة أنني وليت كنحس براسي مدمنة على وجوده وعلى اللمسات ديالو اللي كتخرجني من العالم الحقيقي وتدخلني لعالم السر والمتعة. كنا كنخططوا لكل لقاء بذكاء، نختاروا الأوقات اللي كتكون فيها الحركة قليلة في الحي ونعيشوا اللحظة بكل حية وشغف. وكنت ديما كنقول في بالي بلي هانا لقيت الراجل اللي كيحميني وكيسعدني، وخا هاد السعادة مبنية في الظلام وبعيد على عينين المجتمع اللي ما غاديش يرحمنا إلا ساق الأخبار. في وسط هاد السعادة الكبيرة وهاد السر العميق اللي كنا مخبينه بحرص على العالم، بدات الأمور كتاخد واحد المنعطف خطير، وبدا الخوف كيتسلل لحياتنا الوردية. واحد النهار كنت عاد ساليت الخدمة وكنت جالسة مع الحاج منصور في غرفة النوم ديالو في لحظة دافئة بعد لقاء حار وعامر بالجهد والشغف. فجأة قطع علينا هاد الهدوء رنين قوي ومستمر د الجرس د الباب الرئيسي للفيلا. تبادلنا النظرات بارتباك وخوف، والحاج منصور ناض لبس جلبابو بسرعة وهبط يفتح الباب باش يشوف شكون. وأنا بقيت الفوق قلبي كيضرب بقوة وكنسمع من الشرجم. لقيت راجل غريب لابس كوستيم كحل ونظارات، ملامحه صارمة وقاسية. كان كيهضر مع الحاج منصور بنبرة فيها نوع د التهديد والحدة، ومد ليه واحد الطرد صغير ومغلف بورق قهوي، وقال ليه شي كلمات ما مسموعينش مزيان قبل ما يدور ويمشي بسرعة. ملي طلع عندي الحاج منصور لقيت وجهه تبدل تماما، ملامحه اللي كانت عاد دابا عامرة بالحيوية والنشاط رجعت شاحبة وفيها علامات القلق والغموض. حط هذاك الطرد على الطاولة وما بغاش يعطيه اهتمام قدامي، وحاول يبتسم ويطمني ويقول لي ما كاين والو هاجر، غير شي أمور قديمة د الخدمة والشركات، ما تشغليش بالك. حسيت من الشوفات ديالو ومن الرعدة الخفيفة اللي بانت في يديه بلي هاد الطرد كيخبي وراه مصيبة، وبلي كاين شي حد كيراقبنا من بعيد وعارف اش كيوقع لداخل هاد الفيلا. ديك الليلة مشيت لدارنا وانا عقلي طاير، ما قدرتش نعس وانا كنفكر في هذاك الراجل الغريب وفي الطرد، وحسيت باللي جدران الأمان اللي بناها ليا الحاج منصور بدات كتزلزل، وباللي السر ديالنا مهدد بالخروج للعلن في أي لحظة. النهار الموالي وصلت للفيلا وانا كلي توتر وخوف. لقيت الجو هادئ بزاف لدرجة تثير الشكوك، ودخلت لقيت الحاج منصور جالس في المكتبة ديالو قدامه الطرد مفتوح وشي وراق وتصاور مشتتين على الطاولة. ملي قربت وشفت تصدمت وجمد الدم في عروقي. التصاور كانوا ديالنا بجوج وحنا في وضعيات خاصة وحميمية لداخل الفيلا. تصاور كيكشفوا العلاقة ديالنا بكل التفاصيل ديالها. الحاج منصور شاف فيا بنظرة مليئة بالحزن والقوة في نفس الوقت، وقال لي بصوت هادئ ولكن فيه غضب دفين: أحد الشركاء القدامى ديالي اللي باغي يبتزني في الثروة ديالي وظف شي حد كيراقب الدار، وصورنا باش يلويو ليا يدي بهاد الفضيحة ويقضيو على السمعة ديالي في البلاد. في ديك اللحظة حسيت بالدنيا كتدور بيا، وفكرت في دارنا، في راسي، وفي الفضيحة اللي غتقتل والديا بالسمع. ولكن الحاج منصور وقف بكل شجاعة وقوة، قرب مني، شد في يديا بديك القوة المعهودة ديالو، وقال لي بنبرة حاسمة: ما تخافيش يا حجر، أنا منصور، وما عاش لي يبتزني أو يمس شعرة منك. هاد الأوراق غنتكلف بيهم بطريقتي، وعندي الجهد والقدرة باش ندمر هاد الناس اللي بغاو يوصلوا لينا. هاد الكلمات رجعوا فيا الروح، وعرفت باللي وخا الأزمة كبيرة والتهديد خطير، هاد الراجل ماشي ساهل وغيدافع على الحب والسر ديالنا تل آخر رمق. القصة ديالنا بقات واقفة في هاد المفترق الطرق الصعيب
بين مواجهة المبتزين في الكواليس وبين استمرار العلاقة ديالنا اللي ولات دابا مخلطة بالمتعة بالخطر وبالتحدي ديال العالم الخارجي. وانا بقيت متبعة هاد المسار، مأخوذة بقوة هاد الراجل اللي كيواجه الشيب والعديان بطاقة وجسد كيتحداو الزمان.